السلام عليكم، معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. أنا خصوصا أنا بحبها جدا. معايا هنا معلقة كبيرة من السمن البلدي أو اللي هي البقري. معايا هنا بصلتين كبار مبشورين ناعم أو مفرومين ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا هتعجبكم. بحط هنا شوية من الزيت. هاخد بقى حوالي 3 طماطمات كده ضربتهم في الكبة. انا مش عايزه عصير طماطم ولا معجون طماطم، انا مش عايزه لون البطاطس يكون متغير. وهنا شويه فلفل اسود. هنعمل كده صينيه بطاطس حلوه جدا جدا. يعني احط هنا مكعبين من المرق، مش حباهم تقدري ان انت تستغني عنهم. تمام كده. معايا هنا بقى فصين توم بقى هياخدوا الصينيه دي لمكان تاني خالص، هتدي تست تحفه جدا. ببشر كده الفصين التوم، لو انت حابه ان انت كنت تفرميهم مع البصل مفيش اي مشكله، بس انا حبيت ان انا اشتغل وانتوا تشوفوها معايا. يعني هعملهم كده معاكم. تمام كده. حاولت ان انا خلاص ابشر التوم. هو ده كان توم صغنن شوية، بس حطيت حوالي فصين توم او معلقة صغيرة كده لو عندك مفروم. بس انا بحب الحاجات دي احطها فريش. معايا هنا مليش في التلاجة غير واحد بس. كان معانا فلفل اخضر، حطيته كده قطعته كده قطع صغيرة بالشكل ده او قطعة رفيعة، عشان لو حد قال لي ده دي مش صغيرة هي رفيعة. فلما هتستوي هتكون يعني مختفية خالص، تختفي، عشان في ناس مش بتحب الحاجات تكون ظاهرة زي البصل والفلفل والحاجات دي في الاكل. انا هنا عشان واحدة بس حطيتها، لكن لو انت عندك فلفل هتقدري تضيفي 2 حبة فلفل اخضر في الصينية. باخد كده الخليط شوية واحاول ان انا ادوب المكعبين كده في الخليط اللي انا عملته ده. عايزاه يكون عشان كله يبقى موجود، مش تكون المكعبات يعني كتلة لوحدها. هبدأ كده ادوب ال اسمها ايه المكعبات. تمام. خلاص كده هبدأ كده امسك انا بايديا كده عشان اتخلص من اي كتل موجودة من المرقة او مكعبات المرقة كده. خلاص بكون هنا مقشرة معايا. انا الكمية دي عملتها على 3 كيلو من البطاطس. قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم ورجعت غسلتهم تاني. هنعمل مع بعض صينية بطاطس حلوة جدا جدا ومن غير لحوم خالص. تمام. بس هتطلع بجد تحفة اكنك انت حاطة فيها لحوم. خلاص كده انا خلاص خلصت الحاجات اللي احنا عملناها دي. بنزل بقى بالبطاطس. شايفين انا مقطعها كمان شكلها حلو جدا بالقطاعة بتاعة الجزر او يعني بتاعة المخلل، او بنقطع بيها برضو البطاطس زي ما انتم شايفين كده عشان تديني شكل حلو. هبدأ اخد كل الكلام الحلو ده مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم ان انا ما كانش عندي غير حبة فلفل واحدة بس، فانا طبعا ما استكفتش بكده. فكان عندي فلفل احمر ضرباه في الكبة، والاحمر الفلفل الاحمر ده كان بارد. حاطاه في الفريزر. فهطلع كده حوالي معلقة، هي كانت مجمدة زي ما انتم شايفين اهيت. تمام. حوالي معلقة كبيرة كده هتدي لون للبطاطس وكمان طعم زي ما قلت لكم، لان الفلفل كان قليل على البطاطس اللي انا كنت عاملاها. بوزع كده شوية. انا هنا ما حطيتش غير فلفل اسود بس لسه. معايا انا شوربة، الشوربة دي مركزة جدا، فعشان كده انا لسه ما حطيتش الملح. شايفين الشوربة ما شاء الله تقيلة. هضيف هنا لكل صينية. انا حطيت هنا البطاطس على صينيتين، هحط شوية ملح. طبعا هنقلب عشان البطاطس عليها ملح وفي جزء معلهوش، فانا هقلب كل الكلام ده. هقلب كده. وكل صينية حطيت عليها بولة مليانة من الشوربة. هقلب كده عشان كل الملح تكون مظبوطة، مفيش مكان فيه ملح ومكان لا. هحط كمان شوية مية عشان انا حسيت ان الشوربة قليلة جدا. طبعا الفرن ساخن. هحط هنا مية مغلية وهحط كمان شوية خل عشان لون الصينية ما يتغيرش.
وهاخد بقى الكلام ده أغطّي كده الصواني بتاعتي عشان البطاطس تستوي، وهادخّلها الفرن على درجة حرارة 240، 260 أحطها تحت، كل شوية هاتابعها عشان لو محتاجة مَيّة عشان ما تتحرقش منّي، أو الصينية نفسها بتبقى عايزة مَيّة، لإن المَيّة اللي في الصينية دي بتتبخّر. تمام كده، وهاحطها في الفرن لمدة ساعة لحد ما تستوي معايا، وهتخرج بالجمال اللي أنتم هتشوفوه ده. وحطيت هنا بقى رشة كده من الخضرة، هتشوفي البطاطس شكلها عامل إزاي، متماسكة وفي نفس الوقت مستوية، ولونها بسبب الفلفل الفلفل الأحمر مديها لون حلو جدًا وطعم تحفة بجد. شايفين شكلها وجمالها بجد تحفة ومن غير أي لحوم. وهاعمل معاها شوية رز بالشعرية بس إيه تحفة، شوية جرجير بقى، شوية مخلل، وتقدري تعيشي حياتِك مع أجمل صينية بطاطس أرداحي، بس أرداحي، أرداحي يعني حاجات كده بنكهة زمان. شايفين الرز بشعرية شكله ولونه تحفة. إن شاء الله تجربوا الوصفة هتعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وباي باي.